اسوء ثلاثه مقابل افضل ثلاثه للاعبين منتخبنا العراقي بعد مباراتهم امام المنتخب الفرنسي. بالمركز الثالث احمد باسل، المنتخب الفرنسي عنده 4 تسديد على المرمى، 3 منهن اهداف. احمد باسل يتحمل مسؤوليه 40% من الهدف الثاني و100% من الهدف الثالث، لان مرر الكره راحت خاطئه، استغل المنتخب الفرنسي وقال الهدف الثالث علينا. بالمركز الثاني كابتن المنتخب العراقي واسطورته حاليا ابراهيم بايش، اللي لا يحل ولا يربط، وجوده وعدم وجوده نفس الشيء. بالمركز الاول اسوء مدافع بتاريخ العراق من تاسس المنتخب الوطني لحد الان، اللي هو زيد تحسين، اللاعب اللي سد كل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراه فرنسا. هذا يثبت لك شيء واحد، انه لاعب شخصيه ضعيفه، شخصيه مهزوزه، ما يتحمل الانتقاد اصلا، لاعب سيء. اتمنى بعد ما اشوفه بالمنتخب العراقي باي بطوله حتى لو كانت وديه. افضل 3 لاعبين امام المنتخب الفرنسي. بالمركز الثالث زيدان اقبال، لاعب لازم يلعب اساسي بكل مباراه، نقطه راس سطر. بالمركز الثاني ميرخاز دوسكي، افضل لاعب عراقي من سنتين ولحد الان، اللاعب عليه عروض وكلام قوي واحتمال راح يلعب بالدوري الانجليزي الموسم المقبل. بالمركز الاول صخره الدفاع، قلب الاسد، اللاعب اللي انا احبه شخصيا، اكام هاشم. صدقوني لو عندنا مدافعين بقيمه اكام هاشم، لو عندنا قلب دفاع ثاني مثل اكام هاشم، لو عندنا حارس بغيره اكام هاشم، صدقوني راح نصير منتخب صعب